شربة الفطريات سهلة صحية تقنع واللذة تاعها ما تتشبعش، لكن بلا كتر حوار لأنكم رايحين تهلكوها. نشرح لكم من بعد على خوتي خواتاتي. مرحبا بكم في قناة البنة والصحة. اليوم نحضروا في سوبر بنة شربة الفطريات بدون كريمة. نكونوا قطعنا 10 حبات فطر المكعبات صغار بهذه الطريقة. يعتبر حساء الفطر مصدر هام للألياف اللي تساعد في الهضم والعبور المعوي، ولقد أثبتت بعض الدراسات دور الفطر في مكافحة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة. في القدرة ندوب مغرف زبدة في 2 مغارف زيت باش ما تتحرقش وتكحال. من بعد نضيفوا 2 حبات بصل نكونوا قطعناهم طراف صغار ونخليوهم يتقلاو على نار هادية. كي يدبل البصل ويتبدل لونه نضيفوا الفطر اللي حضرناه، نخلطه مليح ونخليو المكونات تطلق معها على نار هادية. زيادة عن الألياف يحتوي الفطر على الكثير من البروتينات، الفيتامينات والمعادن. البروتينات تساعد في تصليح أنسجة الجسم. الفيتامينات خاصة فيتامينات الفرع B أساسية في وظيفة جهاز المناعة، والمعادن مثل البوتاسيوم، النحاس والزنك تلعب دور في تخليق الأنزيمات والهرمونات. كي يدبل الفطر نضيفو 2 مغارف فارينة ونخلطو مليح حتى الفارينة تشرب الماء اللي تلقو البصل والفطر. من بعد نمرقو بليتر ماء سخون يغلي، ونزيدو كاس حليب. الحليب هذا مع الفارينة اللي درناها في الاول هما اللي رايحين يخثروا الشربة ويلعبوا دور الكريمة. نتبلو بالملح والفلفل الكحل، ديروا على حساب ذوقكم. انا درت مغرف قهوه ملح وربع مغرف قهوه فلفل. نخليو الشربه تغلي حوالي 5 دقائق ونحيوها من النار. قبل ما نجوزو للتقديم ناخدو حبه فطر صغيره نقطعوها شرائح رقيقه، نستعملوها باش نزينو الصحن. نسخنوا 2 مغارف زيت زيتون في مقلاة صغيرة ونقليو فيها الشرائح تاع الفطر اللي حضرناها حتى يحمر لونها. ما لازمش ننساو بلي الفطريات في معظم الأوقات مزروعة في أماكن مظلامة وفيها رطوبة عالية مما يرفع نسبة ظهور العفن، ولهذا السبب من الأحسن لصحتنا نطيبوا الفطر مليح قبل الاستهلاك. قلت لكم في الأول بلي ما لازمش نرحيو هاد الشربة، والسبب هو في اللون اللي راح تكتسبوه. إذا رحيناها يتسود لونها ويولي المنظر تاعها يهرب، وهذا مهما كان نوع الفطر اللي تستعملوه. عند التقديم نضيفوا في كل صحن كمية من الفطر اللي قليناه وكمية من المعدنوس باش نزيدوا في الذوق. باش نبقاو في الشربات البيضاء كاين شربة تركية بيضاء باللحم المفروم عندها فيلوتي ما يتشبعش. اكتشفوها عبر الرابط اللي راهو يظهر في الصورة. تلقاوني في انتظاركم.